تفتكر ايه هو اكبر حضور جماهيري لماتش كرة قدم في التاريخ؟ سنة 1950 في نهائي كأس العالم كان ما بين البرازيل واوروجواي في ملعب ماراكانا بريو دي جانيريو، اهم ملاعب البرازيل. الماتش ده خلص 2-1 للاوروجواي برغم من ان العالم كله كان شايف ان البرازيل هي اللي هتكسب، لدرجة ان هم طبعوا 22 ميدالية ذهبية باسم كل لاعب في منتخب البرازيل. والصحافة البرازيلية يوم الماتش الصبح نزلوا ان البرازيل خلاص هي ابطال العالم، لكن اللي حصل ما كانش كده والاوروجواي كسبت 2-1. الماتش ده حضره 200 ألف متفرج، وده الرقم قياسي لحد دلوقتي في الحضور الجماهيري. في ناس لقبوا الهزيمة دي إن هي أسوأ هزيمة في تاريخ منتخب البرازيل، برغم إن هم خسروا في كأس العالم 2014 7-1 قدام منتخب ألمانيا، لكن في ناس شايفين إن هزيمة ماراكانا هي الأسوأ. قبل الماتش ده كان اكبر حضور جماهيري كان في ماتش ودي ما بين انجلترا واسكتلندا سنه 1937. الماتش ده حضره 150 الف متفرج، لكن نهائي كاس العالم في ماركانا كان هو الرقم الاكبر لحد دلوقتي ب 200 الف متفرج.